يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا فيكم في برنامج المسامح كريم. القصة اللي رح نتابعها بعد شوي هي خلاف بين اخوين، بدي اياكم تساعدوني حتى نحل هالخلاف بين الاثنين. بالاول بنرحب بصاحب الدعوة، صاحب المبادرة، عبيد. اهلا اهلا باخ عبيد، تفضل. اهلا وسهلا فيك. عبيد من مصر، من وين؟ من الشرقية حضرتك. من الشرقية، اهلا وسهلا فيك. طمني كيف الاهل كلهم جميعا الحمد لله تمام والعيال وكلكم بخير؟ الحمد لله والله الحمد لله. شو بتشتغل عبيد؟ انا شغال مع مستشار حضرتك ماسك العمارة بتاعته. اها. والحياة كيف معك؟ الحمد لله. عندك مشكلة مع اخوك الاصغر منك حازم. ايوه. راح اخبركم شو مشكلته مع حازم. عبيد الآن عمره 46 سنة. لما كان بعده في الإعدادية، يعني بعده كان ولد، أبوه الله يرحمه توفى هلأ، أبوه أصيب بالشلل. بقى باعتبار عبيد كان كبير العائلة اضطر يترك الدراسة ويروح يشتغل حتى يعيل الأهل الأسرة. بعد فترة الوالد شايف ابنه عم يشقى ويتعب، فكر انه لازم يكافيه. في عنده ارض، كتب له نصف قطعة الارض باسمه لعبيد. عبيد ترك النص معه، يعني ترك العقد معه، ما راح سجله رسميا باعتبار انه اسرة وعائلة والجميع عارفين، ما راح بيصير في خلاف. 3 سنوات بعد منها توفى الوالد الله يرحمه. بيتفاجأ عبيد انه اخوه حازم اعترض، اتهمه انه مزور العقد وانه مش ممكن يكون ابوه قبل ما يموت يكون عطاه نصف الارض. طبعا صار في شجار بين الاثنين، خلاف على الارث، هذا بيحصل كثير بين الاسر والعائلات وبين الاخوه. صار خلاف شوي عميق، شاجروا، وبعدين صار في قطيعة بينهم عمرها اليوم 3 سنوات. بهال3 سنوات ما شفتوا بعض؟ لا ما شفتوش حضرتك. ولا كلمتوا بعض؟ ولا كلمت حضرتك اصلا. وشو صار بالارض طيب؟ والله زي ما هي حضرتك اصلا، يعني هو مدخل في ناس بتيجي عشان تكلمني في الموضوع ده وبتروح له ناس، طبعا في ناس بتوقع بينه وبينه اكتر. ايوه، لان في ناس بتحب حضرتك وفي ناس بتكره. فحضرتك اللي الناس اللي بتكره كتير قوي هناك، ليه؟ يعني عايزين يوقعوا بيني وبين اخويا اكتر واكتر. وهو الصغير، انا نفسي حضرتك مثلا يجي يخش عليا رمضان اروح افطر معاه يوم. طبعا نفسي. في كم سنه اصغر منك هو؟ هو اصغر مني ب10 سنين. ب10 سنين. وانت كنت تساعده، وانت ساعدته بحياته. انا جوزته حضرتك. زوجته اول مره وثاني مره. وثاني مره. انا زوجته اول مره وثاني مره. اول مره سايب عيل، وانا كنت يعني بحاول اجيب الولد كمان. الواد ما رضيش يجي يعيش معاه في الاول، وجي قال لي خلاص انا هطلق، وطلقها. كل حاجه راح لحاله، وهي ونزل في البلد هناك شاف بنت الحلال برضه واتجوزها. خلف منها ثانيه. خلف منها ولد وبنت. ايوه. طيب حضرتك لما حس بالموضوع ده، انا كنت رايح يعني ان انا بتكلم معاه عادي خالص. هو حضرتك لو كلمني استاذ جورج، لو كلمني وقال لي مثلا لا الموضوع ده سيبك منه ونقسم، لا هو قفشها مره واحده قطم. لا صار يعني كلام. صار شجار بينك وبينه؟ انا عمري ما ان انا اتشجر معاه، هو اللي كان دايما يزعق. هو دايما يزعق لي في الشارع. طبعا انا الكبير وانا اللي مربيه يعتبر. انا سبت الاعداديه حضرتك، يعني كنت مجتهد جدا في الدراسه بتاعتي. سبت الاعداديه وانا في الاعدادي لما والدي جاله شلل نصفي. نعم. رويت انا القصه. عندك اخوه غيره؟ عندي منير. منير اكبر اصغر؟ لا هو اصغر من حازم كمان. وكيف علاقتك مع منير؟ 10 على 10 100 100. طيب منير حاول يصالحكم مع بعض؟ حاول كتير جدا جدا، لغايه ما قال له طب خد حقي انا وما تزعلش اخوك الكبير يا عبيد، ما تزعلوش. انت اخذت نص الارض؟ انا واخد نص فدان. هو نص فدان يعني. نعم. هو كان فدان، نص فدان هو كتبه. انا سالت فيها ناس. نعم. قالوا طالما والدك كان عايش وكان بكامل قواه العقليه
وقبل ما يعي حضرتك، لان انا تعبت. نعم. اشتغلت في جراشات، صحيح. مسحت عربيات، اشتغلت في عماير، اتبهدلت عشان اصرف على ابويا. ما حدش كان بيجيب له علاج، هو ومنين كانوا صغيرين، انا بجيب له العلاج بتاعه. والدتي ست مسنه، عندها ميه على عينها دلوقتي وتعبانه مثلا، هي والدتي عايشه. الوالده لسه عايشه؟ عايشه الحمد لله. شو موقفها من الموضوع؟ موقفها انها حضرتك يعني عايزه الامور تتراضى وتتصافى ونرجع تاني، لان انا ما كلمته لحازم؟ كلمته كتير، بس انا سبت بيت العيله كمان، يعني عشان المشاكل كبرت انا سبت بيت العيله وقعد عندنا سيدي. عندي 3 اولاد، انا من حب في حازم مسمي على اسمه وهو ما سماش، يعني هو انا الكبير. يعني سميت ابنك على اسم أنا حازم؟ أنا حازم، ابني حازم الثالث. نعم. أنا عندي محمد ومحمود وحازم. وعندي فاطمة آخر واحدة صغيرة، والحمد لله المدام حامل كمان ب6 شهور، يعني ربنا خير إن شاء الله. الحمد لله. بالسلامة. ربنا يخليك. طيب. طيب اليوم أنت شو بدك منه لحازم؟ أنا بدي يعني أنت بتعتبر مين مخطي مع مين؟ أنت مخطي مع حازم ولا حازم مخطي معك؟ حازم أخطأ في حق كتير سعادتك. نعم. حازم أخطأ في حق كتير وشتم عليا كتير وتعدى عليا كتير بالإهانات، وما مدش إيده عليا. اتعدى عليا بالاهانات. نعم. وفي يعني مثلا ليا انا طبعا العيله بتاعتي موجوده كلها في شارع واحد. نعم. انا طبعا عايز اروح عند مرات خالي، باخد مراتي وعيالي، ابص الاقي بيتعدى عليا بالكلام بالفاظ يعني جارحه. نعم. وانا مش عايز امسك فيه او عايز اكلمه او عايز اقل ادب عليه مثلا، هيقولوا نعم. طبعا بعد ما ابوهم مات والكلام ده كله صاروا غير وصاروا مش عارف ايه، وانت عارف حضرتك الارياف والفلاحين صحيح ما حدش بيسلم من لسانهم. فانا نفسي ومن عيني حضرتك نفسي اخده في حضني، انا بعتبره ابني. نعم. يعني انا بعتبر حازم ده ابني، يعني نفسي اخده في حضني. نعم. نفسي. بتعتقد اخي عبيد، بتعتقد هو يعني قلبه طيب، يعني ممكن هو يسمع؟ طيب، هو حنين جدا، هو حنين. طيب جدا، بس هو ما ماشي ورا نسايبه، ورا مراته، ورا ناس بتضله. يعني حازم حنين جدا. ايام ما اتجوز والكلام ده كله، ساعة ما كان يعمل أي أكل ويبعت بنته يقول نادى عنك يجي يتعشى معايا. ما بيستحملش علينا الهوا. لأني مرة بتخانق في الشارع جري وكان هيموت الناس كلها عشان بالأول. في الأول قبل ما تتزعلوا. في الأول ما أعرفش يتغير. يا سيدي بنشكرك على ثقتك، وطبعا برحب فيك بهالبرنامج، بتمنى انه تحقق امنيتك من خلالنا يا رب، وينفتح هالستار وترجعوا مثل ما كنتوا بالاول يا رب يا رب. يا سيدي بعثت له انا دعوه لحازم، خلينا نشوف ساعي البريد اذا وصلها واذا حازم قبلها. يا رب. اهلا جورج، بعد ساعة ونص تقريبا من دلوقتي هنكون موجودين في قرية قرابيس، ودي قرية موجودة في الشرقية، عشان نسلم دعوة الحضور للأستاذ حازم أبو جبل. جورج، أستاذ حازم طلع ساكن في كراديس مش قرابيس زي ما كنا بنقول. لو سمحت، بيت الأستاذ حازم أبو جبل والله. كده؟ شكرا. أيوه. صباح الخير. حضرتك أستاذ حازم؟ حضرتك من عائلة إيه؟ عائلة أبو جبل يا فندم. عائلة أبو جبل. حضرتك بتشتغل إيه؟ عامل زراعي. عامل زراعي، مظبوط. دي دعوة حضور لبرنامج جورج قداح. ماشي يا فندم. قبلت الدعوة؟ طبعا قبلت إن شاء الله. وإحنا في انتظارك. ماشي يا فندم. جورج، أستاذ حازم قبل دعوتك وإحنا في انتظارك. ميرسي جدا، باي باي. إذا الدعوة وصلت، حازم قبلها، حازم موجود خارج استوديو، بس نندهله بيجي. إنما بذكر اللي ما تابعونا من الأول بالقصة، القصة كتير بسيطة، قصة خلاف بين أخوين، خلاف على إرث، معنا الأخ عبيد، هلأ حكينا قصته. عبيد هو الأخ الأكبر في الأسرة، ومن وقت ما كان في الإعدادية أبوه أصيب بالشلل وراح اشتغل وأعان العائلة، ويعني جاب أدوية، اشترى أدوية لأبوه، عالج أبوه،
اهتم باخوانه واخواته. المهم عمل رب عائله، بس الاب كان مقدر له هالشيء حتى يكفيه. كتب له نص ارض مساحتها فدان، كتب له اياها باسمه. هو ما راح سجلها، تركها معه، معتبر انه كلهم عائله وحده. بعد 3 سنوات توفى الوالد، اجى لحتى يخبر الاسره انه انا الوالد عامل لي هذه الوصيه، نصف الفدان الي. بقى حازم زعل منه وقال له انت زورت هالوثيقه هيدي، مش صحيحه، انت مزور. اختلفوا، بعدوا عن بعض، تجافوا، ما عاد في كلام. من 3 سنين ما شافوا بعضهم، في قطيعه. الان الاخ الاكبر عبيد اجى على الاستوديو لحتى، وهو طلب ندعي له اخوه حازم اخوه الاصغر لحتى يتصافى هو وياه. ما بعرف بيعتذر منه، مين بده يعتذر من الثاني ماني عارف. بس عبيد بيقول انه حازم دائما بيعتدي عليه بالكلام، لانهم ساكنين بشارع واحد، كل ما شافه بالطريق بيتعدى عليه، بيتهجم عليه. بدنا نرحب الان بحازم. اهلا بحازم. اهلا بحازم، كيفك؟ تفضل، اهلا وسهلا. شكرا على مجيئك. شفتك انه تقبلت الدعوه وفورا قلت له ايه. تحت امرك. بس للاسف ما عادش عندي ملايين. تحت امرك يا جورج. مش فارقه معك، مش جاي كرمال الملايين. لا خلاص. اهلا وسهلا فيك حازم. كيف اخبار الاسره، الاولاد؟ الحمد لله رضا. شو عندك اولاد ما شاء الله؟ 4. صبيان بنات؟ 3 صبيان وبنت. شو اعمارهم؟ يعني 14 و9. الكبير 14 ما شاء الله. بنت او صبي الكبير؟ لا الولد. الولد. شو اسمه؟ فتحي. فتحي. يا اهلا. اهلا فيك. ابو فتحي. وزياد 9 وفريده 5 ومنير 2. ما شاء الله. شو عم تشتغل انت بديا؟ انا عامل زراعي. عامل زراعي؟ ماشي الامور، مبسوط بالزراعه؟ الحمد لله. الحمد لله رضا. الحمد لله. الحمد لله. عم تتساءل بينك وبين نفسك يمكن ليه جيت لهون؟ من وقت ما سلموك الدعوه عم تفكر؟ والله. خبرني بشو فكرت؟ انه جورج ارداحي شو عايز مني؟ فعلا. شو فكرت؟ قل لي شو حلمت مثلا؟ احلام كتير. مثلا هات لشوف. ما تكون حلمت كتير انه والله جاي تاخذ سياره مثلا. لا مش الدرجه دي يعني. حاجه على قد كده. على قد كده؟ طيب. لا الحقيقه مش انا اللي داعيك، انا وسيط. يعني انا في شخص بيعزك وبتعز عليه، هو تدخل معي وطلب مني ان ادعوك الى هالبرنامج. فانت شرفتنا اليوم. ربنا يخليك. وبدي اشكرك مره ثانيه. ربنا يخليك لانك شجاع. ربنا يخليك يا فندم. يا سيدي، بدك تعرف مين اكيد مين الشخص اللي دعاك. اكيد. اوكي. طلع بهالشاشه. عرفته؟ عرفته. مين هو؟ بيعني لك شيء؟ اخويا الكبير. اخوك الكبير. علاقتك مقطوعه انت وياه؟ شوي. 3 سنوات. وانت صغير ما سالت عنه؟ مش حاجات ما سالتش عنه يعني. كان ما فيش. كان من ساعه ما ابويا توفى وكل واحد في حاله. فصلتوا؟ لكم 3 سنوات. ولا حدا بيسال عن حدا؟ يعني بسأل عن نفسي لما بيكون هو في البلد بسأل عليه انت حاولت مثلا حاولت. انت حاولت من جهتك؟ حاولت وبعد. هو بيقول حاول من جهته بس ما نجح. حتى الوالده تدخلت معك وانه تصالحوا وهذا مش راضي. وجبت ناس كبار البلد يعني وكده ودخلت. ليه مش راضي تصالحوا؟ مش عارف هو جابلها ليه، مش عارف يعني. مع ان انا اخوه. بس مش عارف. في لك رساله من عبيد معي. اتفضل. تقراها انت ولا بقراها انا؟ اتفضل. بقراها انا. يا سيدي بيقول لك اخي الحبيب الغالي حازم. قعدوني شوي لانه رساله طويله هيئتها. يا رب تكون بخير. ارسل لك هذه الرساله لكي اقول لك الى متى؟ الى متى ستقاطعني والى متى ستعتبرني زورت عقد النصف فدان؟ ألا تعرف يا حازم أن من يزور نصف فدان قادر على تزوير فدان كامل؟ يعني كان زور فدان كله. لكني لم أفعل ذلك، بل على العكس حملتك على رأسي أنت وإخوتنا
واتقيت الله فيكم أيكون جزائي أن نتخاصم؟ يا حازم أنت حبيبي وأخي وبيننا صلة دم، ولا أنسى يوم وجدتني أتشاجر مع صبري، شيء صبري، فجذبتك صلة الدم هذه لتقف بجانبي. ولا أنسى كذلك كيف أن أباك أوصاني عليك وعليكم جميعا، وكيف أنك لا تحلف به كذب مهما حدث. ورحمة أبوك يا حازم تعال ننسى ما فات ونرجع معا من هذا المكان إخوان أكثر مما كنا. تعال ننسى ونتصالح، والمسامح كريم. ننسى. شو رأيك؟ ننسى كل حاجة. ها؟ طالما دخلت اسم ابويا في الدور خلاص انا نسيت كل حاجة. أنت فورا نسيت كل حاجة؟ طالما قلت لي ورحمة أبوك. طيب احكي له، بده سمعه، قل له الكلام مباشرة. أنت قل له عبيد. يا حازم عمر الدم ما يبقى ميه يا حازم. انت اخويا الصغير وانا ما عملتش حاجه تضرك في يوم من الايام، لا انت ولا اخوك التاني. انا تعبت كتير لغايه ما عملتك انت واخوك، وانا كنت المفروض اتعلم وما اتعلمتش. اعمل ايه اكتر من كده؟ وانا تعبان اصلا يا حازم، تعبان. المفروض انت اللي تشيلني اليومين دول، انا عندي السكر وعامل عمليتين في بطني. المفروض انت اللي تشيلني اليومين دول، محدش هيشيلنا الا انت يا حازم. ارجع لاخوك تاني، رجع المال مجاريها تاني يا حازم. وكتفي ليك زاد وكتفي ليك زواد يا عبيد. نعم؟ وكتفي ليك زاد وكتفي ليك زواد. أنا ما سمعت منيح هذه، شو قلت هي؟ مثل هذا؟ كتفي زاد وكتفي زواد لاخوي. كتفي زاد وكتفي زواد لاخويا. شو حلوه هالكلمه، كتفي زاد وكتفي زواد لاخويا. مش حنطول، قول المسامح كريم، خليه يفتح الستار بينك وبينه. يلا خلاص المسامح كريم. يلا قرب يا حبيبي، خليك هون. مبروك مبروك الصلحة. مبروك الصلحة. يعني أنا سعيد جدا، ما نحرمش منك، سعيد جدا، وفعلا يعني فتحتوا لنا قلبنا، فرحتوا لنا قلبنا، وأنت